ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. عسى أن يهديني ربي رشدا، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، يطيب لنا إن شاء الله في برنامجكم ورتل القرآن ترتيلا. كنا قد تكلمنا في المرة الماضية حلقة السابقة عن فضائل القرآن على تاليه وحامله وقراءته في الدنيا والآخرة. جعلنا الله إياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، اللهم آمين. وفي هذه الحلقة بإذنه سبحانه وتعالى سنتحدث عن الأوصاف المذكورة عن كتاب الله عز وجل، والتي وصفها الله عز وجل كتابه الكريم سبحانه وتعالى. ومن ثم سنعرج بحول الله في النصف الآخر من الحلقة عن أحكام النون والميم المشددتين وحكم الإظهار وتطبيقاته على سورة النبأ وسورة النازعات بحوله وقوته. فضائل القرآن كنا قد تكلمنا عنها، والآن سنشرع بإذنه سبحانه وتعالى عن الأوصاف المذكورة والتي وصفها الله عز وجل كتابه العزيز. ربنا عز وجل وصف كتابه سبحانه وتعالى بأربعة أوصاف، وكل وصف كما قالوا أهل العلم حري بالمرء أن يتأمله ويتدبره ويتعلم معانيه ويتخلق بهذا الخلق والصفة التي وصف بها هذا الكتاب الكريم. فالصفة الأولى قال الله عز وجل عن كتابه الكريم: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وصف الله عز وجل القرآن بالكريم، والكريم اسم جامع لما يحمد وما فيه من جميع الصفات والمحامد، وهو معظم عند الله عز وجل الكريم سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى. حينما يقال عن شخص كريم فالكرم اسم صفة جامعة لكل المحامد. حتى العرب إذا أرادوا أن يصفوا شخصا قالوا عنه كريم، وكفى بها صفة ومنقبة وهي الكرم. فما بالك بكتاب الله عز وجل إنه كريم لما فيه وما يحويه من المحامد ومن الصفات ومن الكلام ما يعجز عنه العقل. الصفة الأخرى التي وصفها الله عز وجل كتابه بأنه مجيد. قال الله عز وجل: إنه لقرآن مجيد. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، كما هو في سورة البروج. والمجد هو بلوغ النهاية، ولا يكون المجد إلا في الأمور المحمودة، فلذلك يدل على أنه قد بلغ في الشرف غايته. المجد هو من قد بلغ في الشرف غايته، فهو شريف، والقرآن هو شريف أشرف من كل كتاب، عالي الطبقة بين الكتب السماوية نظما ومعنى. وكذلك تضمن معاني أخرى، وهو عند المفسرين قالوا بأنه مجيد كذلك واسع المعاني، عظيمهما كثير الوجوه وكثير الخيرات وجزيل المبرات، كما حكى أهل التفسير. قرآن مجيد أي شريف، وقد بلغ في المجد ذروته. هذا الكتاب وهو كتاب الله عز وجل وصف بالمجيد، ولذلك من تأمل هذا الكتاب
وأخذه بحقه الوافر في ليله ونهاره قد بلغ في المجد شرفه، وقد بلغ في المجد ذروته. ولذلك حري بحامل القرآن أن يكون شريفا، شريف المعاني وشريف الكلام وشريف الفعال كما وصف به هذا الكتاب. الوصف الثالث لكتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فوصف الله عز وجل لهذا الكتاب بالعظمة، وصفه بالعظمة، والعظمة هي خلاف الصغر، خلاف الصغر، ومعناه التعظيم والتبجيل. وعظماء القوم سادتهم وكبراؤهم وأهل الشرف فيهم. العظيم هو سبحانه وتعالى أنزل كلاما عظيما منه سبحانه وتعالى في دفتي كتابه الكريم العظيم سبحانه وتعالى. فكيف حال من أتاه كلام من العظيم وكلام عظيم؟ ماذا سيكون حاله بين أهل الدنيا من يتلو هذا الكتاب إلا أن يكون عظيما؟ قال الله عز وجل عن عظم هذا الكتاب: وجعله من يقرأه مع الكرام البررة، وأنزله في خير الشهور وفي خير الليالي وعلى أشرف الرسل صلوات ربي وسلامه عليه. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وكذلك جعله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، وهو كتابه سبحانه وتعالى. كذلك من الأوصاف التي وصفها الله عز وجل الصفة الثالثة، قلنا الصفة الأولى صفة الكريم أنه قرآن كريم، والصفة الثانية بأنه قرآن مجيد، والصفة الثالثة بأنه مبارك. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. مبارك، مبارك، والبركة هي ثبوت الخير ودوامه وزيادته ونماؤه. قال الحافظ ابن القيم رحمة الله تعالى عليه أن كتاب الله هو أحق أن يسمى بذلك من غيره، مما يكون فيه البركة لكثرته وزيادته ومنافعه ووجوه البركة فيه، فهو مشتمل على منافع الدارين الدنيا ومنافع الآخرة، وفيه كل هدى يحتاج إليه في النجاة والخلاص من الضلالة. وانتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن عاشور رحمة الله تعالى عليه في تفسيره أن القرآن عن وصفه للبركة قال: يعم نواحي الخير جميعا، لأن البركة زيادة الخير، فالقرآن كله خير من كل جهة، كله خير من كل جهة. ولهذا قال بعض أهل العلم: ولنتأمل هذه الجملة. قالوا بعض أهل العلم: اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات من كل مكان. اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات من كل مكان. وكيف لا تغمره البركات وهو من عنده الكريم سبحانه وتعالى؟ مبارك، كلماته مباركة وكلامه مبارك. وإذا أنزل على رجل بارك، وإذا أنزل في بيته بارك، وإذا أنزل هذا الكتاب على حامله بارك فيه ونمى وزاد الخير في بيته وفي جنباته. ولذلك أهل القرآن مباركون أينما كانوا، أهل القرآن مباركون أينما كانوا. قال الله عز وجل عن هذا الكتاب كذلك الصفة الرابعة، وهي صفة العزة، صفة العزة، وهي التي سنقف فيها بإذنه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل عن وصف كتابه الكريم: إنه لكتاب عزيز، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وسنقف بإذنه سبحانه وتعالى في هذه الصفة، صفة العزة. العزة هي خلاف الذل، خلاف الذل والصغار. ولذلك كتاب الله عز وجل عزيز وشريف وعالي منه سبحانه وتعالى، وغالب كتابه سبحانه وتعالى، ومرفوع كتابه سبحانه وتعالى. ومن اتصف بهذا الكتاب وأخذ منه حظا وافر فهو عزيز. لا يكون حامل القرآن ذليلا أبدا ومعه في جوفه شيء من القرآن، لأن الله عز وجل قال إنه لكتاب عزيز، وإنه لكتاب عزيز. ومن حمل هذا الكتاب عز وبز وفذ على كل شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. وسنقف بإذنه سبحانه وتعالى عن معاني العزة في وصفه سبحانه وتعالى، وإنه لكتاب عزيز. من المعاني التي نقف فيها في قوله وإنه لكتاب عزيز أن كتاب الله عز وجل لا بد أن يعظم. قال المفسرين في تفسير هذه الآية ينبغي أن يعز ويجل وألا يلغى فيه، ومن ذلك كذلك أن يعظم في سوره وآياته. وحكوا كثيرا من وعبارات السلف واحترازهم عن وصف ما يرتبط بكتاب الله عز وجل كثيرة ومتباينة ومتفاوتة. فقول سعيد بن المسيب لا تقول مصيحف، يعني لا تصغر كلمة مصحف مصيحف، لا تقول مصيحف ولا تقول مسيجد، وما كان من الله فهو عظيم حسن جميل. وقال بعضهم لا تقول سورة صغيرة، فالقرآن كله عظيم وكبير. وقال بعضهم لا تقول لا سورة خفيفة، حتى عاب بعضهم ابن سيرين رحمة الله تعالى عليه، قال أحدهم أن هذه السورة سورة خفيفة. قال من أين لك خفيفة؟ من قال أن في القرآن خفيفة؟ ألم تسمع قول الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ولكن قل يسيرة. وكلمته يسيرة من قوله سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. حري بالإنسان أن يضبط كلامه ومصطلحاته في التعامل مع كتاب الله عز وجل فلا يصغره. كتاب الله عز وجل مرفوع الشأن. ومن لازم العزة لهذا الكتاب أن يعظم المصحف. والمصحف وهو الذي يحمل بين دفتيه. المصحف وهو الكتاب من الجلدة للجلدة. وكما قال أهل العلم ومنهم القرطبي رحمة الله على الجميع، قال حري بأن يعظم المصحف وألا يتوسد عليه وألا يتكأ عليه وألا يتناول. بعض الناس كما يعني لما تقول له هات الكتاب فيأخذ الكتاب ويرميه لك. قال وأما المصحف وألا يتناول، بل يتناول بشيء من العظمة والكبرياء والتواضع لما يحمله من كلام الله سبحانه وتعالى. حتى بعضهم قال إذا أراد الإنسان أن يفتح أو أن يفتح مكتبة لابد أن يبدأ بكتب أهل العلم والتفسير لما تحوي والحديث لما تحويه من كلامه سبحانه وتعالى. كذلك من لازم العزة أن ينصت له. قال الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولله المثل الأعلى. لو أنت كنت في مأدبة عند رجل عظيم وشريف مطاع وتكلم كلاما ورآك تلغو أو تتحدث، ماذا سيقال عنك؟ أقل ما يقال عنك أنك خفيف العقل ولا تحترم المنزلة. ولله المثل الأعلى. كلامه سبحانه وتعالى حين يقرأ أو يتلى علينا جميعا أن ننصت. لو كان المشركون لما قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم سورة
فواتح سورة فصلت كلهم طأطأ، ومنهم الوليد فيما أذكر. وكذلك في سورة النجم، والنجم إذا هوى، لما كل المشركون قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، كل المشرك فقال في آخر آياته سبحانه وتعالى: فاسجدوا لله واعبدوا، سجد المشركون. والقرآن سبحانه وكلام الله عز وجل عزيز، ينصت له الجبار قبل أن ينصت له الفقير والمسكين. فسجدوا المشركون كلهم، ثم قاموا ونفضوا التراب عن أنفسهم وقالوا: ويحك ويحك، سحرنا محمد، بكلام الله عز وجل. والجن في سورة كما في سورة آخر الأحقاف يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا: أنصتوا. سمعوا هذا الكلام العجيب منه سبحانه وتعالى، مسبوك المعاني، منظوم الألفاظ، وهو كلامه سبحانه وتعالى. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، أصبحوا دعاة. أول ما سمعوا كلام الله عز وجل أنصتوا، والإنصات فيه الرحمة كما قال سبحانه وتعالى. حري بنا نحن بني البشر الذين نحمل من المشاعر والأحاسيس ونفهم أن ننصت لهذا الكتاب عل رحمة منه تصيبنا. كذلك من لازم كتاب الله عز وجل العزة أن يتأدب معه عند تلاوته، الأدب أثناء التلاوة. أردت أن تقرأ كتاب الله عز وجل، توضأ. أردت أن تقرأ كتاب الله عز وجل، حري بك، استقبل القبلة. أردت أن تقرأ كتاب الله عز وجل، اعتدل في جلستك. أردت أن تقرأ كتاب الله عز وجل، تسوك، وليكن فمك نظيفا. حتى قال بعض أهل العلم: ما أكلت الكراث منذ قرأت القرآن. كانوا يكرهون أن يأكلوا بعض الخضرة التي تسبب نتن للفم، ولذلك قال سمعت يزيد بن أبي مالك يقول: إن أفواهكم طرق من طرق الله تعالى، فنظفوها ما استطعتم. وقال: فما أكلت البصلة منذ قرأت القرآن. حرص السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم ورحمهم أجمعين في التأدب مع كلام الله عز وجل، حتى يخرج كلام الله عز وجل وتسكب المعاني في قلبك. حري أن يكون فمك نظيفا، الفم نظيف. حتى بعضهم من أدبه أثناء التلاوة كان يلبس العمامة، ومنهم أبو العالي الرياحي رضي الله تعالى عنه رحمه قال: إذا قرأت اعتممت، ويلبس العمامة ويرتدي ثيابه. والإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله عز وجل كان إذا أراد أن يقرأ الحديث، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان يلبس أفضل اللباس ويتطيب أفضل الطيب. حري بالإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن أن يتأدب مع كتاب الله عز وجل. كذلك من المعاني التي تدل على عزة هذا الكتاب العمل بما فيه. حري بالمؤمن الذي ينزل عليه هذا الكتاب ولا يعمل به، كمثل الحمار يحمل أسفاره. والقرآن ما أنزل إلا ليعمل به، وما فضيلة التدبر إلا أنها وسيلة إلى العمل بهذا الكتاب. والأثر المعروف عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وأن يعرف بورعه إذا الناس يخلطون، وأن يعرف بتواضعه إذا الناس يختالون أي يتكبرون، وأن يعرف بحزنه إذا الناس يفرحون، وأن يعرف ببكائه إذا الناس يضحكون، وأن يعرف بصمته إذا الناس يخوضون. حامل القرآن
يتميز في سلوكه. عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن أمهات المؤمنين سئلت قالت كلمتين: يا أمنا يا عائشة رضي الله تعالى عنها، ما كان خلقه، كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت كلمتين: كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن، القرآن الذي يحمل أشرف المعاني وكل الصفات وكل الأخلاق المحمودة منه سبحانه وتعالى. كان خلقه القرآن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض الأحايين يرسل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أو يأتي بعض الصحابة ليتزوج، فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أمعك شيء من القرآن؟ حتى القرآن عزيز، والقرآن شافع لصاحبه إن أراد شيئا من الدنيا وهو الزواج. قال: أمعك شيء من القرآن؟ أتحفظ آية أو آيتين أزوجك بها. حتى بعض الصحابة، حتى صحابي من الصحابة لم يكن معه شيء من القرآن فزوجه النبي عليه الصلاة والسلام بخاتم من حديد. قال المفسر مجاهد رحمة الله عليه: قوله عز وجل يتلونه حق تلاوته، قال يعملون به حق عمله، وهذا معنى تلاوته، وليس معنى التلاوة في كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل في سورة غافر: إن الذين يتلون كتاب الله. المقصود ليس المقصود حصرا في كتاب قراءته أناء الليل وأطراف النهار فقط، لا، التلاوة هي أعم، كما قال بعض أهل التفسير، أعم من مجرد القراءة. والتلاوة هي يعملون به، كما قال مجاهد: يعملون به حق عمله. والعبارات كثيرة جدا في ذم السلف الصالح لحامل القرآن أو لقارئ القرآن أو لتالي القرآن الذي لا يعمل. لذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يكونوا حفظة للقرآن، وهذا كلامنا لا يدعو الإنسان لا يحفظ القرآن، وحفظ القرآن منقبة عظيمة، وكما قلنا في الفضائل في الحلقة الماضية، لكن كانوا يحرصون على العمل أكثر من حرصهم على الحفظ. ولذلك بعض الصحابة كان حفظ سورة البقرة في 6 سنين، في 6 سنوات حفظ سورة البقرة. وكما ورد في الأثر أن كنا نتعلم في اليوم والليلة 3 آيات، كما قال بعض الصحابة والسلف: كنا نتعلم في اليوم والليلة 3 آيات لا نتجاوزهن حتى نحفظهن ونعمل بهن. كذلك من لازم كتاب الله عز وجل في قوله: وإنه لكتاب عزيز، الاستغناء به وليس الاستغناء منه. الاستغناء به أي أن إذا من حاز كتاب الله عز وجل فقد حاز الدنيا كلها. وكما قال حكي أن حامل القرآن مصدق ويوحى إليه، إلا أنه نبي لكنه لا يوحى إليه، لما يحمله من كتابه سبحانه وتعالى من كلام الله عز وجل، والذي حوى أخبار السابقين والأولين والآخرين. ومن لازم الاستغناء قالوا أن ينبغي لحامل القرآن أن ترفع إليه حاجات الخلق ولا يطلب هو من الخلق. ومن هنا ذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. فسرها بعضهم في 4 أقوال في التفسير، منها تحسين الصوت، ومنها الاستغناء عن الخلق، ومنها التحزن، ومنها التشاغل به. لا بد أن الإنسان أن ينشغل بالقرآن، ومن شغل بالقرآن شغل به، ومن شغل بالقرآن فقد كفاه الله عز وجل عن هموم الدنيا والآخرة إن كان يعمل به حق العمل. كذلك من لازم الكتاب العزيز عدم هجرانه. والهجران كما ذكر بعض أهل العلم 4 أو 5 مراتب: هجران تلاوته، هجران العمل به، هجران تدبره، هجران التداوي به والاستشفاء،
وخامسا هجران التحاكم إليه. وفقنا الله إياكم وجعلنا الله إياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أعزائي المشاهدين، فاصل ثم نواصل. ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدنا لكم كنا قد تكلمنا قبل الفاصل عن مراتب الهجران في القرآن الكريم، وأعظم آية في هذا الصدد قول النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وذكرنا قبل الفاصل أن مراتب الهجران خمسة مراتب. المرتبة الأولى مرتبة تلاوته، والمقصود بها قراءته، والله عز وجل حثنا أن نذكره سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار. وقال أهل العلم أعظم الذكر تلاوة القرآن الكريم. كذلك المرتبة الثانية مرتبة تدبره، والله عز وجل ما أنزل هذا الكتاب إلا ليتدبر فيه. والتدبر وهو قراءة القرآن وإنزاله على حياتك والعمل به. والمرتبة الثالثة مرتبة العمل به. وحري بالإنسان أن يقرأ إن الله لا يهدي القوم الظالمين وهو يظلم نفسه ويظلم الناس. قال بعض أهل العلم نعوذ من حامل للقرآن والقرآن يلعنه. نعوذ من حامل للقرآن والقرآن يلعنه، أي لا يطبق بما يعمل. ولذلك من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3، وذكر منهم في الحديث قارئ القرآن. لاحظوا، قارئ القرآن. حتى في الحديث يقول يا رب قرأته فيك، فيقول الله عز وجل كذبت، قرأت ليقال لك قارئ. والعمل بكتاب الله عز وجل يستلزم من حامل كتاب الله عز وجل أن يكون مخلصا له سبحانه وتعالى في أخذ هذا القرآن. المرتبة الرابعة وهي مرتبة التداوي والاستشفاء به، وهذه المراتب ذكرها ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. المرتبة الرابعة وهي مرتبة الاستشفاء به والتداوي به. الله عز وجل قال في القرآن إيش؟ هدى وشفاء. شفاء لجميع الأمراض، شفاء لأمراض القلوب وعلة الروح وأسقامها، وشفاء من كل الأمراض المادية التي تصيب الإنسان والمحسوسة التي تصيب الإنسان. وما من داء إلا وله دواء، وخير الدواء كتاب الله عز وجل. ولذلك بعضنا يضعف حينما يصاب بشيء من المرض، يستنجد سريعا بالأدوية المادية، ولا يستنجد بكلام الله عز وجل. من اقرأ الفاتحة، قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام إنها الكافية والشافية. اقرأ البقرة فإنها كافية وشافية. اقرأ المعوذات. كل هذه الفضائل أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها رقية شرعية كافية ووافية للإنسان أن يبدأ بها ويختم بها ابتلاءه. ومن ثم هذا الحديث، ومن ثم
يأخذ بالأسباب المادية الأخرى. مرتبة الهجران الخامسة والأخيرة وهي مرتبة التحاكم إليه، وهي مرتبة الحكم بما أنزل الله عز وجل في هذا الكتاب الكريم. كذلك من لوازم العزة في هذا الكتاب وهو ألا يطلب به شيئا من الدنيا، إن كان، وقد تقدم قلنا في الحديث أول من تسعر بهم النار، أن يكون هذا الكتاب أن تطلبه خالصا لوجهه الكريم. وهنا مسألة هل الإنسان يأخذ على تدريس كتاب الله عز وجل ولا لا يأخذ؟ ابتداء قال أهل العلم ابتداء أنه حري بالإنسان ألا يشترط كثيرا، ولكن الذي يأخذ الشهادات أو الذي يريد في أخذه للأسانيد وعلو الأسانيد ومن ثم يطلب بها شيئا من متاع الدنيا، هذا الذي يخشى على نيته، والله المستعان. وأبصر الإنسان وكل إنسان أبصر بحاله. الإنسان حري بأن يطلب هذا الكتاب رفعة له في الآخرة وليس في الدنيا. ولذلك كره كثير من السلف أن يحابون في دنياهم بما معهم من دينهم. والعبارات كثيرة جدا، يعني حتى أذكر من أحدهم إمام المحدثين حماد بن أبي سلمة حينما أتاه رجل تمام قال يا إمام أتيت بهذه الهدية لك من الصين، فقال له أحدثك ولا أقبلها منك، أو أقبلها منك ولا أحدثك؟ فقال لا تقبلها وحدثني. ما يأخذون بهذا الكتاب عرضا من الدنيا، بكتاب الله عز وجل أو حديثه، ما يأخذون به عرضا من الدنيا، لأنه لو أخذوا به عرضا من الدنيا فسدت النية، وإذا فسدت النية ماذا سيبقى له من العمل؟ نسأل الله السلامة والعافية. إلى هنا أتممنا من أحكام القرآن وآدابه وسلوكه، وسنشرع بإذنه سبحانه وتعالى الشق الثاني وهو عن أحكام التجويد في كتاب الله عز وجل. وكنا قد تكلمنا في المرة الماضية عن أحكام النون والميم المشددتين، وكذلك عن أحكام النون الساكنة والتنوين، وتكلمنا عن حكم الإظهار، وسنعيد بإذن الله وسنراجع فيما تبقي من الوقت بعض التطبيقات على النون والميم المشددتين، وكذلك حكم الإظهار في سورة من النبأ وسورة المرسلات. ونشرع بإذنه سبحانه وتعالى لقراءة السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. قلنا الميم في عم هي ميم مشددة مقدارها حركتين. عن النبأ العظيم. النبأ نون مشددة مقدارها حركتين. الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. جنات النون مشددة مقدارها حركتين، والتاء مكسورة بتنوين،
وأتى بعده حرف الهمزة، والهمزة من حروف الإظهار نقولها وجنات ألفافا، وقلنا الإظهار وهو البيان والوضوح. إن يوم الفصل كان ميقاتا. إن النون هنا نون مشددة مقدارها حركتين. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا. إن جهنم، إن نون مشددة مقدار حركتين، جهنم نون مشددة مقدارها حركتين. للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أحكام النون والميم المشددتين قلنا عنها في بداية السورة. عم ميم مشددة مقدارها حركتين. عن النبأ نون مشددة مقدارها حركتين. ثم ميم مشددة مقدارها حركتين. وجعلنا النهار نون مشددة مقدارها حركتين. وكذلك إن جهنم نون مشددة مقدارها حركتين في قوله إن وقوله جهنم. وقوله فلن نزيدكم نون مشددة مقدارها حركتين. وإن للمتقين نون مشددة مقدارها حركتين. كذلك آخرا قوله سبحانه وتعالى إنا أنذرناكم نون مشددة مقدارها حركتين. حكم الإظهار في هذه السورة قوله سبحانه وتعالى في النون الساكنة إلا من أذن له الرحمن. إلا من نون ساكنة أتت بعدها الهمزة، والهمزة من حروف الإظهار نظهرها كما هي. من أذن له الرحمن، إلا من أذن له الرحمن. وأما التنوين حكم الإظهار في التنوين، والتنوين هي نون زائدة تكون في نهاية الكلمة تنطق لفظا لا كتابة.
قوله عز وجل في هذه السورة في الإظهار التنوين: وجنات ألفافا، وجنات ألفافا. التاء في جنات مكسورة تنوين مكسور، أتت بعده الهمزة، والهمزة من حروف الإظهار. وقوله سبحانه وتعالى: للمتقين مفازا حدائق، في الوصل للمتقين مفازا حدائق، الحاء من حروف الإظهار. قوله سبحانه وتعالى: عطاء حسابا، عطاء حسابا، همزة تنوين أتى بعده حرف الحاء، والحاء من حروف الإظهار. وقوله سبحانه وتعالى: إلى ربه مآبا إنا، إلى ربه مآبا إنا، تنوين بالفتح أتى بعده حرف الهمزة، والهمزة من حروف الإظهار. هذه كل الأحكام المتعلقة بالنون والميم المشددتين، وكذلك حكم الإظهار فيما يتعلق بالنون الساكنة والتنوين. ونبدأ بإذنه سبحانه وتعالى في سورة النازعات. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، فالمدبرات أمرا، يوم ترجف الراجفة، يوم ترجف الراجفة، تتبعها الرادفة، تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أإذا كنا عظاما نخرة، أإذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة، فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى، هل أتاك حديث موسى، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى، فقل هل لك إلى أن تزكى، وأهديك إلى ربك فتخشى، وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى، فأراه الآية الكبرى، فكذب وعصى، فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى، ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى، فحشر فنادى،
فقال أنا ربكم الأعلى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها
نتطرق بإذن الله عز وجل سريعا عن أحكام النون والميم مشددتين وأحكام النون الساكنة حكم الإظهار في سورة النازعات. قوله سبحانه وتعالى والنازعات، النون في النازعات مشددة، والناشطات كذلك نون مشددة مقدارها حركتين. وقوله سبحانه وتعالى من خاف، النون نون ساكنة أتى بعدها حرف الخاء، والخاء من حروف الإظهار. وكذلك قوله سبحانه وتعالى طوا اذهب إلى فرعون إنه طغى، قوله سبحانه وتعالى طوا اذهب إلى تنوين أتت بعده همزة، والهمزة من حروف الإظهار. كذلك خلقا أم السماء بناها، خلقا أم السماء تنوين أتى بعده الهمزة، والهمزة من حروف الإظهار. وقوله آخرا قوله سبحانه وتعالى عشية أو ضحاها، عشية أو ضحاها تنوين أتى بعده حرف الهمزة، والهمزة من حروف الإظهار. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا الكتاب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ورتل القرآن ترتيلا.